السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا قاع بخير بصحة وعافية وصحة فطوركم. اليوم إن شاء الله راح نحتاج قطعة تاع هاد القماش من الساتان، ونحتاج قطعة أخرى كذلك، ونحتاج لاستيك، وكذلك هاد اليد هذه تاع القفات. ناخدو القياسات. عندنا الطول تاع هاد القطعة 56 سنتيمتر، والعرض 26 سنتيمتر. نثنو القطعة على 2، ثم نخيطها من الجوانب، لأنه كاين جانب منه مغلق. خيطها من الجانب هذا والجانب هذا، ولكن هذا اللي في الفوق خلوه بدون خياطة، وكذلك اللي منه. بعد ما خيطتها بماكينة الخياطة، اللي ما عندهاش الماكينة تقدر تخيطها بيدها. ثم جبت هاد الطرف الأعلى، درت له هكا ثانية صغيرة تاع 0.5، وثم ثنيت هكا قد 2 سنتيمتر فقط المكان اللي غادي ندخل منه اللاستيك هذاك. صغرتها شوية، من بعد ممكن تكون 3 سنتيمتر هكذا. ما درتش يعني القياس المضبوط. نجو كذلك هكذا، لأنه هذا القماش لازم أولا لأنه يتسرسر بزاف. هذا القماش درت له بالبريكة في الأول، يعني قاع درت عليه، ولكن هذه من ثنيتها يعني خيطها يعني كلها بالماكينة. بعد ما خيطها خلي فيها فتحة صغيرة باش ندخلو فيها لاستيك. لاستيك نتوما ما تحبوا هذا رقيق ولا الآخر خشين شوية. ونجو هنايا في الأسفل في هاد القنت هذا نديرو هكذا مثلث، نحسبو 2 أصابع قد 2 سنتيمتر، ونخيطو على شكل مثلث. كذلك في الكوان هذا الثاني كذلك نقيسو يعني الجهة الأولى. وهاد القطعة تاع القماش درت العرض تاعها درت فيها 5 سنتيمتر، والطول يعني تحسبوا على قد طول اليد وتزيدوا عليها شوية باش ندخلوا فيها هاد اليد. ولا عندها البديل تاع هاد اليد، يعني ممكن يكون هكا تويو يعني رقيق شوية، تقدروا تبدلوه، ولا تيو تاع هذاك بعد ذلك بعد الخياطة نقلبوها هكذا بهذا الشكل. ثم نجيبو لاستيك نركبوه فيه هاد المساك تاع القش، وندخلو ونديرو كيما الكشكشة هكذا في اليد.
يعني سحبوا اللاستيك هذا وبقاو ديروله في الكشكشة باش تجي هاد الحقيبة. يعني القماش، أي قماش تبغوا تخدموا به، الفودان ولا أي قماش يكون هي هاد الفكرة بالساتان. يجي القماش تاع الساتان يجي يبري، يجي الشكل تاعه شباب. واللي تحب ديرها بالفودان ولا بأي قماش لكم الاختيار. بعد ما نركبو هاد اللاستيك نعقدوه غاية ونمقصوه بالمقص، ثم نجو لهذيك القطعة نقلبوها ثم نركبوها في هذيك اليد. قلتلكم البديل تقدروا ديروا التيو هذاك تاع السيروم، كاين واحد التيو جاي شوية خشين تقدروا تبدلوه. ذو القفات موجودين يعني في كل البيوت، تقدر أي وحدة فكرة سهلة جدا لكل الأمهات اللي تحب تخدم لبنتها. هذه حقيبة أنا ما قلتلكمش في البداية، بغيت نخلي لكم التشويق باش تعرفوا تشوفوا النتيجة في الأخير. حقيبة يد للأميرات الصغيرات، يعني كل وحدة تختار اللون على حسب الفستان تاع بنتها وتخدم لها. يعني سهلة جدا، كل المبتدئات قدروا يعملوا هاد الفكرة. نركب هاد اليد، حاولوا تدخلوا اليد كاملة، ما تدخلوش غير القماش، دخلوا اليد كاملة لداخل باش يعني يجي ثابتة، مش غير القماش. انا خيطت القماش للأمانة، ثم بعد ذلك دخلت اليد باش تجي ثابتة. دخلت نصفها و تزيروها مليح بالإبرة والخيط بالجوانب. إلا بقالكم الزائد تاع هذيك القطعة تقصوها وتزينوها ببابيون أو وردة. راح تشوفوا أنا في الأخير خدمت لها وردة. هكا أنا في البداية درت القماش غير وحده، ولكن بعد ما درتها هذيك القطعة بقات شوفوا الشكل النهائي، شكلها خرج رائع جدا. عملت لها هاد الوردة يعني وسهلة، تقدر يعني ترفد أي حاجة. أنا درتها فقط في هذا اللون. درت لكم الفكرة وانتم أبدعوا وديروا الألوان كما تحبوا. اللي تكون يعني شارية لبنتها العيد تقدر ولا اللي تحب تعملها مشروع يعني سهل جدا، تقدروا تخدموا وتبيعوا في هذا العيد. وإن شاء الله يعجبكم عمل اليوم من رضاكم، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة، ولا تنسوني باللايك والاشتراك ومشاهدة الفيديو كاملا فضلا وليس أمرا. في أمان الله.